لو بتحبي الكيكة زي حالاتي يبقى لازم تجربي الكيكة القمر دي. بمكونات سهلة هتعملي أحلى كيكة ذرة. نسمي بالله ونبدأ الوصفة. أنا هنا هعمل مقدار كبير. هقولك على مقدار صينية من 28 ل 30. هنستخدم فيها كوباية الشاي العادية. هنحضر المكونات الجافة الأول. كوباية ونص من دقيق الذرة، وكوباية من دقيق مخبوزات عادي خالص. هنزل عليه بواحد كيك شيف. انا بحب استخدم ميكس ما بين كيك شيف وبودرة البيكنج باودر عادي. وبعد كده هنزل عليها بذرة ملح، وهقلب كل الكلام ده مع بعض. اهم حاجة ان احنا نقلبه كويس جدا. كمان الدقيق هنا منخول، ان كان دقيق الذرة او الدقيق العادي الاتنين نخلتهم. هجيب بولة فاضية وانزل فيها باتنين بيضة وكوباية من السكر. هضربهم مع بعض بالمضرب. ممكن كمان في الخطوة دي تستخدمي الخلاط بس بنفس الخطوات. في الخطوة دي أنا نسيت أضيف حاجة، لو عرفتي إيه هي انزلي اكتبيها في التعليقات. هضرب الخليط ده مع بعضه في الخلاط لغاية ما يتضاعف حجمه ويفتح لونه بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. هضيف هنا كوباية من الزيت، وهنزل عليها بظرفين فانيليا اللي أنا نسيت أضيفهم مع البيض، وهقلبهم كمان مع بعض. وبعدين هضيف كوباية من اللبن ومعلقة كبيرة من الخل. الخل هنا بيخلي الكيك هش وبيساعد البيكنج باودر في التفاعل. هضرب بقى الكلام ده مع بعضه. وبعدين هجيب المكونات الجافة اللي جهزناها في أول الفيديو وننزل عليها بالمواد السائلة. ما تقلقيش خالص، المكونات بتاعتنا مظبوطة إن شاء الله. هنقلب المكونات دي مع بعضها. لو حابة تكملي بالمضرب اليدوي كملي، لو حابة تكملي بالمضرب الكهربائي كملي عادي. بس أول لما المكونات تتجانس مع بعض افصلي على طول. ده القوام بتاعي، بيكون كده، ولا هو سائل قوي ولا هو تقيل قوي. ارفعي المضرب لفوق كده. لو الخليط نزل سهل بيبقى كده الخليط مظبوط. لو نزل بيقطع يبقى ضيفي ربع كوباية من اللبن واضربيه تاني. هجيب صينية مدهونة بالسمنة وعليها رشة من الدقيق، وهفضي فيها الخليط بتاعي. وبعدين نحاول نخرج الهواء كده بسباتولا او بخلة. في الخطوة دي أنا هرش على وش صينية الكيكة رشة سمسم. رشة السمسم بتديني شكل حلو قوي بعد التسوية. هخبط الصينية خبطتين وهدخلها فرن متسخن على درجة حرارة 180. هتقعد معايا من نص ساعة لنص ساعة و5 دقايق. هختبرها بالخلة، لو الخلة طلعت نضيفة يبقى هي كده استوت، وبعدين تطلع معاكي بالشكل القمر ده. هسيبها تبرد تماما وبعد كده هبدأ أقطع الكيكة. شايفين الفراغات قليلة جدا ازاي؟ علشان خبطنا الصينية قبل ما تدخل الفرن. شايفين لونها وشكلها يجنن، والطعم حكاية، والريحة تجيب آخر الشارع. لو عايزة المقادير بتاعة الصينية العائلية دي هتلاقيها مكتوبة في التعليقات. أتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. أشوفكم على خير.